ونقول إن التفكير والعقل ظلم. يقولون في القتل ذنب كبير، ونقول لكن الفتنة أشد من القتل. يقولون إن الليل طال، ولكن نقول إن الصبح باقي خلف الغيوم. مع تقول المصرية وليس في الدولية ولكن بشخص اسكندرية مع المهندس عبد الكريم حماد عبد الكريم وقصيدة شعرية يوحيها الرئيس المحمود حسني مبارك وعنوان تحيرت فيه. تحيرت أقول بهاء أم أقول بهاء، وكيف تكتب صحيفة الأوفياء والذين طاروا الله وحلقوا في السماء. تحيرت فيك وتحيرت فيك الأذكياء، إنك لفي قمة ومنتهى البغاء. ألم تعلم أنك سوف تعرض على رب السماء، وسوف تسأل على ما فعلت في قومك بالبلاء؟ لبست ثوب الملك ولم تكن من النبلاء، حملت قومك أقصى حدود العناء، وظللت تخلص وتوحي إنك أهلا للوفاء. يا لك من عبقري شرير متفاني بالدهاء، لكنك دخلت تاريخ الخونة وعالم الأغبياء الذين دمروا الأخضر واليابس وجميع الأشياء، وألبست قومك رداء الفقر والجوع والمرض ولم ينعموا بالشفاء، وجعلت بحوثك لدفع وقمع وسلب الأبرياء، وجعلت ثروات بلادك تنهبها الأعداء، وأبحت المنكرات وعالم يحيا بلا حياة. 30 عاما جرعت بلادك شتى أنواع العذاب. أرب أسرة أنتم أم قطيع من الذئاب، لم تصلوا حتى إلى أدنى أنواع الكلاب، لم تصلوا حتى إلى أدنى أنواع الكلاب. إنك لرجل ليس إلا تافه أخلاق كذاب. أقول بهاء أم أقول غباء، وكيف نكتب في صحيفة الأولياء والذين طاروا الله وحلقوا في السماء. الله أكبر تحيا مصر، الله أكبر تحيا مصر، يا رحمن النصر النصر، يا رحمن النصر النصر، المحاكمة 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 المحاكمة، العصابات اللي كانت حاكمة، العصابات اللي كانت حاكمة، المحاكمة للعصابة، المحاكمة للعصابة اللي خلت مصر غابة، اللي خلت مصر غابة. يا محكمة الجنايات، يا محكمة الجنايات، لا تأجيل ولا ثغرات، لا تأجيل ولا ثغرات. يا محكمة الجنايات، يا محكمة الجنايات، لا تأجيل ولا ثغرات، لا تأجيل ولا ثغرات. يحيى الجبل مرة مرة، يحيى الجبل مرة مرة، يحيى الجبل مرة مرة، يحيى الجبل مرة مرة، يحيى الجبل مرة مرة. مصر بلدنا تفضل حرة، 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 مصر بلدنا تفضل حرة. نعم، ستظل مصر حرة أبية المتآمرين رغم المتربصين، لكنها ستظل حرة أبية. بمثل هؤلاء الشرفاء الذين يقفون ينظمون المرور، وهم يوما ما كانوا فزاعة للناس، لكنهم حين توحد الناس فصارت الشرطة من الشعب وصار الشعب من الشرطة. رسالة شكر ثانية إلى إخواننا ضباط الشرطة الذين ينظمون المرور بميدان الساعة، ورسالة شكر أخرى لكل من يشاركنا هذه الوقفات، ورسالة وحدة لكل من
لن يخالفنا. معاشر الأحباب، رسالة الإخوان المسلمين هي أن نضرب بسيف الوحدة على كل خلاف، وألا نشكك في أحد، وألا يخون بعضنا بعضا. مع أحد رموز الإخوان المسلمين في اسكندرية، مع الأستاذ المربي الفاضل الأستاذ فؤاد علواني، فليتفضل مشكورا. وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، ضد البطانية، ضد البطانية، ضد البطانية، ضد البطانية. الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، هنيئا لكم، هنيئا من القلب إلى كل من انقطع من وقته جزءا واقتطع وبذل في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن من اجل اعلان رايته ورفعه شانه. هنيئا لكم تلك الانجازات